يروى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، هذه المرأة الطيبة رضوان الله عليها، تقول الرواية: يوم من الأيام أم سلمة وهي في طريقها رأت جماعة يشتمون ويسبون ويلعنون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يتكلمون عليه بكلام غير جيد، يريدون أن يسقطوه من أعين الناس حقدا وبغضاء وعداوة على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. سمعتهم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله ووبختهم، استوقفتهم عن الكلام، فقالت لهم: لماذا تسبون النبي صلى الله عليه وآله؟ فردوا عليها وأجابوها قالوا: لم نتكلم عن النبي، نحن لا نسب النبي. قالت لهم: بلى، أنتم تسبون النبي وتشتمون النبي. قالوا: كيف يا أم سلمة؟ فقالت لهم: أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مرات ومرات أكد على هذا الحديث؟ فقالوا لها: أي حديث يا أم سلمة؟ فقالت لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، من سبك فقد سبني؟ أنتم الآن تسبون النبي. الذي يشتم ويسب علي بن أبي طالب يعني يسب ويشتم النبي صلى الله عليه وآله، والذي يشتم النبي ويسب النبي هذا كلامه يعني على الله جل وعلا. لماذا تسوقون بأنفسكم إلى التهلكة؟ اتقوا الله أيها الناس، هذا علي بن أبي طالب وصي لرسول الله، هذا إمام معصوم منصوص عليه من الله. فسكتوا وأطرقوا برؤوسهم، بماذا يردون؟ يعني علقت عليهم الحجج البالغة، ولله الحجة البالغة. فعلينا أيها الناس، يتوجب علينا من رأى منا أو منكم منكرا فليغيره، ولا يخاف في الله لومة لائم. وإلا لماذا يشتم علي بن أبي طالب؟ لماذا حاربوا علي بن أبي طالب؟ ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ ماذا جنى؟ الذي لم يمتلك الإيمان ولكنه يمتلك النفاق، هذا الإنسان المنافق الذي يتكلم على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولم يسير على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله. فعلينا أهل البيت. من هم أهل البيت؟ ما القرآن أكد عليهم، والنبي صلى الله عليه وآله: أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة، والقرآن نزل في بيوتهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.